السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أصدقاء؟ عساكم بخير إن شاء الله. أهلا بكم في قناة ميت شوت. معاكم حمزة ناصر. تخيل معايا مريض قاعد عادي وفجأة يجيله ضيق نفس شديد وقلبه بيجري بسرعة وصدره بيوجعه. في لحظة ممكن تنهار حياته. السبب مش أزمة قلبية ومش رابو، لكن جلطة قاتلة اسمها بالمونري امبوليزم، القاتل الصامت اللي ممكن يضرب أي حد وفي أي وقت. في الفيديو ده هنكتشف كل أسراره، إزاي بيتكون، إيه أعراضه وعلاماته، ازاي نشخصه بسرعة، وازاي ننقذ المريض قبل فوات الاوان. ركز معايا للنهاية لان المعلومات اللي هتسمعها ممكن تنقذ حياة حد قدامك في يوم من الايام. اول حاجة بنبتدي بالديفينيشن، التعريف. البلمونري امبوليزم هو انسداد حاد او مزمن في البلمونري ارتري، الشريان الرئوي، او احد فروعه الرئيسية او الطرفية بسبب انتقال مادة غريبة مع مجرى الدم اللي بنسميها الامبولس، وغالبا سببها بيكون ثرومبو امبوليزم، جلطة دموية بتتكون في الاوردة العميقة اللي في الساق او في الحوض اللي بنسميها دي في تي، ديب فين ثرومبوزز، ودي بتتحرك عبر الدوره الدمويه الورديه عشان تستقر في الدوره الرئويه. في انواع بقى اخرى من الامبولس بس اقل شيوعا، فمثلا بعد كسور العظام الطويله بيحصل فات امبوليزم، بعد قسطره او جراحه بيحصل اير امبوليزم، في الحمل والولاده بيحصل امنيوتيك فلويد امبوليزم، في بعض الاورام الخبيثه بيحصل تيومر امبوليزم. طيب خلونا الاول نفرق بين الثرومبس والامبولس. الثرومبس بتكون كتله من الكلوتد بلاد، دم متجلط بيتكون في مكانه الاصلي داخل وعاء دموي سواء ارتري او فين، يعني الدم بيحصل له كواجيوليشن في موقعه فبيبقى عندنا كتله ثابته، زي مثلا الدي في تي، الديب فين ثرومبوزز، جلطه بتتكون في الاورده العميقه للساق. اما الامبولس اي ماده متحركه مع مجرى الدم لحد ما توصل وتسد وعاء دموي ضيق، فمثلا ممكن تكون الثرومبو امبولس، الفات امبولس، الاير امبولس، امنيوتيك فلويد امبولس، والتيومر امبولس زي ما اتكلمنا عليهم. الخلاصه الثرومبس بتكون في مكانه الاصلي، اما الامبولس بيتحرك مع الدم لحد ما يقفل وعاء دموي بعيد. يعني نقدر نقول كل امبولس ممكن يكون اصله ثرومبس، زي مثلا البلمونري امبوليزم بتتكون من الدي في تي، الديب فين ثرومبوزز، لكن مش كل ثرومبس لازم يتحول لامبولس، ممكن يفضل ثابت. ممتاز جدا. طيب ليه الرايت لانج بتتاثر بشكل اكبر من الليفت لانج؟ لان الرئه اليمين اكبر من الشمال، بتكون 3 فصوص مقابل 2. الشريان الرئوي اليمين اوسع قطرا واقصر وبيمشي بشكل افقي اكتر، ولكن الشريان الرئوي الشمال بيبقى اطول وانحف وبيميل بزاويه اكبر. فعشان كده اي جلطه طالعه من الوريد العميق اللي هو الدي في تي او من القلب هتلاقي طريقها اسهل واسرع للشريان الرئوي اليمين، وفي نفس الوقت تدفق الدم للرئه اليمين اعلى شويه بسبب حجمها اكبر، يعني فرصه اكبر للجلطه تروح للناحيه اليمين. كمان معظم الامبولس بيقفوا في الشرايين الكبيره او المتوسطه، والشريان اليمين اوسع فيستقبل اكتر. مش معنى كده ان الجلطه مش ممكن تيجي للشمال، لكن الاحصائيات والاشعه بتبين ان نسبه الانسداد بتكون اعلى في الرئه اليمين. طيب نتكلم بقى عن اهم حاجه، الجلطه بتتكون ازاي؟ اي اصابه في الوعاء الدموي او مشاكل في تدفق الدم بتخلي الصفائح والدم متحمسين، فاي حاجه ممكن تسبب ده، مثلا زي جرح او جلوس طويل او امراض او مشاكل في جدار الوريد نفسه، فبيحصل بلاتلت اكتيفيشن، الصفائح بتبدا تنشط فبتغير شكلها وتصبح لاصقه، فبيجي بعد كده بلاتلت اجريجيشن، الصفائح بقى بتتجمع تلتصق مع بعضها وتكون بلاج اولي بيغلق جزء من الضرر زي سد مؤقت قبل ما الشبكه تتكون. بعد كده بيحصل كواجيوليشن كاسكيد، الشبكه النهائيه بتتكون. الفاكتور 2 بيحول البروثرومبين لثرومبين، فيقوم الثرومبين يحول الفبرين لفبرينوجين فيكون شبكه قويه تثبت الصفائح. فيجي فاكتور 13 بيربط الفبرين ويكون كلوت ثابت وصلب، تخيلها زي شبكه. الثرومبين العامل اللي بيصنع الحبال، اما الفبرين الحبال نفسها، والفاكتور 13 دي المسامير اللي بتثبت الشبكه مع بعض. طيب ندخل على تاني نقطة، التايبس والسيفيريتي. البلمونري امبوليزم بيتصنف لثلاث اشكال. اول شكل ماسيف بالمونري امبوليزم، يعني الجلطة بتكون كبيرة جدا وسد جزء ضخم من الشريان الرئوي، فعشان كده المريض بيدخل في هايبوتنشن او شوك، ضغطه بيكون واطي جدا اقل من 90 ام اتش جي، فبيظهر عليه اغماء او هبوط حاد او ممكن sudden cardiac arrest، ممكن قلبه يتوقف بشكل مفاجئ، وده اخطر نوع وبيحتاج تدخل سريع جدا زي امبوليكتومي او ثرومبوليسيس، هنفهمهم في العلاج بالتفصيل ان شاء الله. تاني تصنيف هو
هو السبميسيف بالمونري امبوليزم، بتكون متوسطه الخطوره. هنا بقى مفيش شك ولا ضغط واطي، لكن في علامات ان البطين الايمن متاثر، رايت فنتريكولار سترين او ديسفانكشن، بيظهر على الايكو والاي سي جي. المريض بيبان عليه شيست بين وديزنيا، بس ضغطه بيكون ثابت. النوع ده محتاج متابعه دقيقه وعلاج سريع قبل ما يتطور لماسيف بالمونري امبوليزم. ثالث نوع معانا بيكون سمول او سيجمنتال او لو ريسك بالمونري امبوليزم. الجلطه بتكون صغيره او في فرع جانبي من الشريان الرئوي. الاعراض بتكون ضيق نفس بسيط، بلوريتك شيست بين، سعال او كحه، يعني هيموبتيسيس، قيء دموي. بس هنا ما بيكونش فيه شك ولا تاثر واضح على البطين الايمن. غالبا بنعالجه بانتي كواجولانت فقط. كل ده هنشرحه بالتفصيل كمان شويه، بس ركز معايا. فنجمعهم في قصه صغيره كده وبسيطه. تخيل الجلطه زي حجر وقع في نهر. لو حجر ضخم هيسد المجرى كله فيعمل ماسيف بالمونري امبوليزم. النهر اللي هو الدوره الدمويه بيقف فجاه. لو حجر متوسط مثلا هيقلل التدفق ويضغط على الضفه فيعمل سبميسيف بالمونري امبوليزم. اما لو حجر صغير في ترعه جانبيه مثلا هيعمل دوشه محليه بس، اللي هو سمول بالمونري امبوليزم. ندخل بقى على النقطه اللي بعد كده، وهو الباثوفيسيولوجي اوف بالمونري امبوليزم. اول حاجه بتتكون امبولس، بيحصل امبولس فورميشن. اغلب الحالات بيبدا الموضوع فيها بدي في تي، ديب فين ثرومبوزز، في الساق او الحوض. جزء من الامبولس ده بيتحرك مع الدوره الوريديه فيوصل للرايت اتريوم، الاذين الايمن، ثم يروح بعد كده للرايت فنتريكل، البطين الايمن، وبعد كده يروح للبلمونري ارتري، الشريان الرئوي. تاني نقطه بيحصل اوبستراكشن اوف بالمونري ارتري. الجلطه بتسد فرع من الشريان الرئوي فيحصل نقص في البرفيوجن، الدم مش بيوصل للجزء المسدود من الرئه فيحصل في كيو مس ماتش، التهويه موجوده لكن مفيش دم، وده برضه هنفهمه بالتفصيل كمان شويه. فبعد كده يعمل بالمونري افكتس، بيأثر على الرئه. المنطقه المسدوده بتقل فيها البرفيوجن فيحصل هايبوكسيميا، ممكن يحصل التهاب او نزيف او بالمونري انفاركشن، احتشاء في الرئه لو الانسداد كبير والكوليترال سبلاي مش كافي. في حاله البلمونري امبوليزم جزء من الرئه اللي الشريان الاساسي بيغذيها اتسد بالجلطه، فالجسم بيكون عنده شويه شرايين جانبيه اللي هي اسمها كوليترالز، ممكن تحاول توصل الدم لكن الكميه بتكون قليله فالرئه مش بتاخد دم كفايه، فبيحصل برضه نقص في الاكسجين فيحصل بعدها انفاركشن. فناخد مثال على النقطه دي. تخيل مثلا الشارع الرئيسي مقفول بسبب حادثه، في شارع فرعي بيحاول يوصل لنفس المنطقه بس بيكون ضيق جدا فالزحمه برضه تفضل موجوده. نفس الكلام في الرئه، الشرايين الفرعيه بتكون موجوده لكن مش كفايه. النقطه اللي بعد كده يحصل رايت هارت سترين، بيأثر بقى على الجزء الايمن من القلب. الانسداد ده بيرفع الضغط في الشريان الرئوي فبيحصل زياده في البلمونري فاسكولار ريزيستنس، زياده المقاومه. فالرايت فنتريكل اللي هو البطين الايمن بيضطر يضخ دم اكتر علشان يقاوم الريزيستنس اللي حاصله فيحصل ليه دايليشن وديسفانكشن، فده يؤدي لحدوث تراي كاسبيت ريجورجيتيشن وارتفاع الضغط الوريدي المركزي. بعد كده هيحصل تاثير على الدوره الدمويه كلها. الماسيف بالمونري امبوليزم هتقلل الضغط في الرايت فنتريكل فالرايت فنتريكل يحصل له دايليشن وديسفانكشن، فالفاصل بين البطينين اللي هو الليفت سيبتمز هيضغط اكتر على الليفت فنتريكل، فالليفت فنتريكل اللي هو البطين الايسر هيقل محتوى الدم اللي فيه فطبيعي جدا هيقل الكاردياك اوتبوت فيحصل هايبوتنشن او شوك، فده ممكن يؤدي لحدوث سادن ديس، موت مفاجئ. ندخل بقى على الكوزز والريسك فاكتورز، الاسباب وعوامل الخطوره. في حاجه اسمها فيرشوس تراياد. في عالم اسمه رودولف فيرشو وصف 3 عوامل اساسيه بتؤدي لتكوين الثرومبوزس، الجلطات، واللي منها بيحصل بالمونري امبوليزم. اول عامل بيحصل ستيزيس في البلاد فلو، الدم بيحصل له ركود. الدم الطبيعي محتاج يفضل ماشي باستمرار، لو حصل ركود فيه الصفائح الدمويه وعوامل التجلط تتجمع وتبدا تتجلط، والركود ده ممكن يحصل بسبب مثلا اول حاجه الايموبلايزيشن، عدم الحركه، زي مثلا قعده او نوم طويل بعد العمليات او اصابات كبيره، السفر الطويل، او شلل نصفي او كلي، الباراليسيز، ومن انواعها هيميبليجيا وبارابليجيا وكوادريبليجيا، ودي بتحصل بعد الستروك او السباينال كورد انجري. تعالوا نفتكرهم سريعا كده. الهيميبليجيا بيكون شلل نصفي، فقدان الحركه في نصف الجسم سواء جزء يمين او يسار. اما البارابليجيا شلل نصفي سفلي، نص الجسم اللي تحت بس، يعني فقدان الحركه في الطرفين السفليين، سببه بيكون غالبا اصابه في الحبل الشوكي اسفل مستوى الرقبه. اما الكوادريبليجيا او التترابليجيا اللي هو شلل رباعي او كلي، بيكون في فقدان حركه في الاربع اطراف وسببه بيكون اصابه عاليه في الحبل الشوكي، سيرفايكال سباين كورد انجري. نرجع تاني للنقطه بتاعتنا اللي بيسبب برضه ركود الدم، الهارت فيرلير، ضعف ضخ الدم بيؤدي لركود في الدوره الوريديه، وممكن كمان فاريكوس فين، توسع الاورده بيخلي الدم يقف فيها. تاني عامل وصفه رودولف فيرشو وهو هايبر كواكيولابيلتي، زياده قابليه الدم للتجلط، يعني الدم نفسه عنده قابليه اكبر لتكوين الجلطات سواء من اسباب وراثيه inherited او اسباب مكتسبه acquired
acquired. فنبدا بالinherited causes الاسباب الوراثيه. مثلا اول حاجه فاكتور 5 ليدن ميوتيشن، طفره جينيه في فاكتور رقم 5 بتخليه مقاوم لتاثير البروتين سي اللي المفروض يوقف التجلط، فالدم يفضل في حاله نشاط تجلطي، وده اكتر سبب وراثي شائع لحدوث الفينا ثرومبو امبوليزم. تاني سبب وراثي وهو البروثرومبين جين ميوتيشن، الفاكتور 2 بيزيد مستواه في الدم فيزيد تحويل البروثرومبين لثرومبين فيحصل زياده في تكوين الثرومبين فيحصل زياده في التجلط. تالت سبب وراثي معانا وهو البروتين سي ديفيشنسي، نقص في بروتين سي. بروتين سي ده بيكون انتي كواجولانت مضاد للتجلط، فنقصه بيخلي الدم اكثر عرضه لتكوين الجلطات. رابع سبب وراثي معانا وهو البروتين اس ديفيشنسي، نقص في بروتين اس. البروتين اس بيشتغل كمساعد لبروتين سي فنقصه بيعمل نفس التاثير، بيزود ميل الدم للتجلط. اخر سبب وراثي معانا وهو انتي ثرومبين 3 ديفيشنسي، ده بيوقف عمل الثرومبين والفاكتور 10، فنقصه هيخلي الثرومبين والفاكتور 10 يشتغلوا بقوه فيخلي الدم معرض اكتر للجلطات. ندخل بقى على الاكوايرد كوزز الاسباب المكتسبه. في البريجنانسي والبيوبيريوم الحمل والنفاس، اثناء الحمل بيزيد انتاج عوامل التجلط طبيعيا عشان الجسم يستعد لفقد الدم وقت الولاده فيحصل زياده في خطر تكون الجلطات. تاني عامل مكتسب وهو الاورال كونتراسبتيف بيلز او الاستروجين ثيرابي. الاستروجين بيزود تصنيع عوامل التجلط كلوتنج فاكتورز فيزود الريسك لحدوث الدي في تي والبلمونري امبوليزم. ثالث نقطه الكانسر او المالجنانسي الاورام الخبيثه. بعض السرطانات خصوصا البنكرياتيك او الجاستريك او اللانج كانسر بتطلق مواد تفعل التجلط فممكن تسبب تروسس سيندروم، ودي باختصار شديد جلطات بتنتقل في اورده مختلفه اللي بنسميها ميجريتوري ثرومبوفليبايتس. رابع نقطه في العوامل المكتسبه النفروتيك سيندروم المتلازمه الكلويه. في الحاله دي الكلى بتفقد بروتينات مهمه زي بروتين اس وبروتين سي وانتي ثرومبين 3 بتفقدها في البول فده بيؤدي لزياده التجلط. بعد كده الاوبيزيتي السمنه بتزود الكرونيك انفلاميشن الالتهاب المزمن فترفع مستوى عوامل التجلط وتقلل مضادات التجلط. السموكينج التدخين، النيوكوتين والمواد السامه بتأذي طبقه الاندوثيليوم وتزود التصاق الصفائح. مع الوقت بيحدث ميل شديد لتكون الجلطات. الخلاصه في نقطه الهايبر كواجيولوباتي في عندنا اسباب انهيرتد وراثيه واسباب اكوايرد مكتسبه. الاسباب الوراثيه بتكون مشاكل في البروتينات او عوامل التجلط، الدم نفسه مولود عنده استعداد يتجلط. اما المشاكل الاكوايرد المكتسبه بتكون ظروف او امراض بتغير التوازن الطبيعي زي مثلا الحمل او ادويه او اورام او كلى او سمنه او تدخين. ثالث عامل شرحه رودولف فيرشو وهو اندوثيليال انجري، بيحصل اصابه في بطانه الاوعيه الدمويه. الاندوثيليوم هو خط الدفاع الاول ضد التجلط، بيطلق مواد مضاده للتجلط انتي كواجولانت زي مثلا البروستاسيكلين والنيتريك اوكسيد والثرومبومودلين فبيمنع التصاق الصفائح وبيحافظ على تدفق الدم ويخليه سموثلي. لكن بقى لما يتاذى بيحصل اكسبوز كولاجين انكشاف للكولاجين وتحرر فاكتور رقم 3 وبيحصل بلاتلت ادهيجن التصاق في الصفائح. يعني بنجمعهم بنقول اكتيفيشن وبعدين اجريجيشن وكواجوليشن وفي الاخر بيحصل ثرومبوزز، هنشرحهم برضو بالتفصيل بعد شويه. نكمل برضو اهم الاسباب وعوامل الخطوره. التروما والسيرجري، اي جرح مباشر للوعاء بيجرح البطانه الاندوثيليال فبيحصل انكشاف للكولاجين وتحرر الفاكتور 3 التيشيو فاكتور، خصوصا في العمليات الكبيره زي عمليات البلفيك سيرجري الحوض والاورثوبيديك العظام. عشان كده العمليات الكبيره من اخطر عوامل تكوين الدي في تي والبلمونري امبوليزم. كمان معانا السي في سي السنترال فينوس كاثيتر القسطره الورديه المركزيه. ادخال القسطره في الاورده الكبيره زي السب كليفيان والجاجولار فين ممكن يخدش جدار الوعاء فده بيؤدي لحدوث ثرومبوفليبايتس جلطه والتهاب في الوريد. كمان من اهم عوامل الخطوره الهايبرتنشن ارتفاع ضغط الدم المزمن. الضغط العالي المستمر بيعمل شير ستريس على البطانه، مع الوقت بيحصل مايكرو انجري متكرر للاندوثيليوم فبيزود فرصه ترسيب الصفائح والكوليسترول، بتكون بدايه للاثيروسكليروزز. كمان من عوامل الخطوره الاثيروسكليروزز تصلب الشرايين، بيحصل ترسيب للدهون والكوليسترول اثريماتوس بلاك فيجرح البطانه. لو حصل بقى رابشر للبلاك دي برضه بيعمل تعريض للكولاجين والتيشيو فاكتور فيحصل جلطه فوريه، وده اساس حدوث الميوكارديال انفاركشن او الستروك. الخلاصه الاندوثيليوم الطبيعي بيكون مضاد للتجلط، اي اصابه او خلل وظيفي فيه بتكون بدايه سلسله للتجلط. اهم الاسباب زي ما قلنا تروما، سيرجري، الكاثيتر اللي هو السي في سي، الهايبرتنشن، اثيروسكليروزز، اوبيزيتي والسموكينج. الخلاصه بقى في الاسباب، اول حاجه بيحصل ستيزز الدم واقف زي ماء راكد يعمل عفن. بعد كده هايبر كواكيولابيليتي الدم نفسه لازق زياده. بعد كده يحصل اندوثيليال انجري الوعاء نفسه يتجرح، ولما الثلاثه دول يتجمعوا ففرص تكوين الثرومبس بتكون عاليه جدا، ممكن يتحرك ويبقى امبولس فيوصل الرئه ويعمل بالمونري امبوليزم.
ندخل بقى على الساين والسيمتومز. اول حاجه بيحصل صادن ديزنيا، ضيق نفس مفاجئ، سببه انسداد جزء من الشريان الرئوي، فتقل البرفيوجن للرئه فيقل الاكسجينيشن، فالمريض يحس انه مش قادر ياخد نفسه. ممكن يظهر كمان بلوروتيك شيست بين، الم صدري طاعن بيزداد مع التنفس. ليه الالم ده بيزيد مع النفس؟ الغشاء البلوري فيه طبقتين، الفيزرال بلورا ده بيغطي الرئه، والبرايتال بلورا ده بيغطي جدار الصدر، بينهم حاجه اسمها بلورال فلويد، ده بيساعد الرئه تنزلق بسهوله. فلما يحصل التهاب او جلطه او عدوى الغشاء بيبقى خشن، فالاحتكاك بيزيد وقت التنفس، فبيسبب الم حاد بيتكرر مع كل نفس. صفاته المميزه بيكون شارب ستيبنج بين، الم حاد مفاجئ زي الطعن، بيكون لوكالايزد يعني المريض يقدر يحدد مكانه بصباعه. ممكن كمان يظهر معاه هيموبتيزيز، ان هو يتقيأ دم بسبب حدوث البلمونري انفاركشن، ان جزء من النسيج الرئوي مات بسبب نقص الدم الهايبوكسيميا. الكحه دي غالبا بيكون معاها دم فاتح بيختلط بالبلغم. بنلاقي عنده كمان تيكيبنيا، النفس بيبقى سريع اكتر من 20 سايكل بير مينيت بسبب نقص الاكسجين برضه وزياده ثاني اكسيد الكربون. وبيكون عنده تيكي كارديا، تسرع في ضربات القلب بيكون اكتر من 100 بيت بير مينيت، القلب بيحاول يعوض نقص الاكسجين بزياده ضخ الدم. وممكن نلاقي عنده انكزايتي، قلق شديد، او فيلينج اوف امبندنج دوم، يعني الشعور بالهلاك الوشيك. بتلاقي كده علامه نفسيه او جسديه مميزه، المريض يقول لك انا حاسس اني هموت، مرتبطه برضه بنقص الاكسجين الهايبوكسيميا وتاثيرها على الدماغ. وكمان بنلاقي الاكسجين ساتوريشن منخفض جدا. وممكن نلاقي علامات دي في تي، ديب فين ثرومبوزز، في الرجل زي تورم او الم او احمرار. الاعراض بقى في الماسيف بالمونري امبوليزم دي بتكون اعراض خطيره جدا، زي مثلا بيحصل ديزنس او سينكوب، دوخه او اغماء بسبب نقص حاد في الكاردياك اوتبوت. بيحصل لما الجلطه تسد الشريان الرئوي الرئيسي فيقل الدم اللي راجع للليفت اتريوم فيحصل هايبوتنشن او شوك. ممكن نلاقي كمان هايبوتنشن، انخفاض الضغط، مؤشر قوي على الماسيف بالمونري امبوليزم. ممكن نلاقي ساينوزز، زرقان، في الحالات اللي يبقى فيها هايبوكسيميا شديده. وكمان يظهر معاه جاجولار فين ديستنشن، او رده الرقبه يحصل فيها كونجستشن، احتقان، بسبب زياده الضغط على الرايت فنتريكل. ممكن يحصل شوك بسبب الانسداد الكبير في الشريان الرئوي، فالدم مش قادر يوصل الرئه كويس فبيرجع للبطين الايمن الرايت فنتريكل فيحصل فشل في ضخ الدم. اخر علامه ممكن تحصل معانا وهو الاوليجيوريا او ديكريزد في اليورين اوتبوت، البول بيكون قليل لان الكلى اثناء الشوك مش بيوصل لها دم كفايه فيقل البول. ندخل بقى على الدايجنوزز، ازاي بنشخص البلمونري امبوليزم. في البدايه بناخد الهيستوري والكلينيكال سسبشن. المريض بيجي يقول لك انا فجاه حسيت بضيق نفس شديد، صادن ديزنيا، وعندي الم في الصدر بيزيد مع النفس، باللوروتيك شيست بين، وبكح والكحه فيها دم، هيموبتيسيز. او تلاقي كمان عنده ريسك فاكتور، قاعد مثلا فتره طويله في السرير، او سفر فتره طويله، او عمل عمليه جراحيه كبيره، او لو سيده عندها مثلا حمل او بتاخد حبوب منع حمل، او عندها كانسر سرطان. هنا بنبدا نشك في وجود بالمونري امبوليزم. تاني تشخيص معانا هو الفيزيكال اكزامينيشن، الفحص السريري بقى. بنلاقي المريض عنده تيكيبنيا وتيكي كارديا، الاكسجين ساتوريشن بيكون منخفض جدا، وفي علامات على وجود دي في تي، ديب فين ثرومبوزس في الرجل، زي مثلا سويلنج او بين او ريدنس. ولو ماسيف بالمونري امبوليزم بيكون عنده هايبوتنشن او شوك. تالت دايجنوزس معانا هو الدي دايمر تيست. الدي دايمر عباره عن منتج نهائي لتكسير الفبرين، يعني لما يحصل ثرومبس جلطه ويتكسر جزء منها في الجسم، فيبرينوليسيس، بيتكون الدي دايمر في الدم، فارتفاعه بيكون دليل ان الجسم بيكون او بيكسر جلطات. ازاي بنعمل التحليل ده؟ بناخد فينوس بلاد سامبل، عينه دم وريدي، ونحطها غالبا في انبوبه لونها ازرق فاتح اللي بتكون فيها الصوديوم ستريت. ليه بقى؟ لانه حساس جدا، فلو طلع التحليل سلبي فهنا بيكون لو بروبابيلتي، فبستبعد وجود بالمونري امبوليزم ويكون المريض في امان. اما بقى لو ايجابي فبيكون هاي بروبابيلتي، فنكمل باقي الايماجينج. رابع تشخيص معانا وهو السي تي بالمونري انجيوجرافي. هنا بنصور الشرايين الرئويه بدقه علشان نشوف اذا كان الجلطه اللي هي الامبولس قافله الشريان ولا احد فروعه. بنستخدم سي تي سكان مع اي في كونتراست، صبغه وريديه بتحتوي على ماده اليود. الصبغه دي بتملي الشرايين بين اماكن الانسداد، والسي تي هنا بيكون الجولد ستاندرد واول اختيار لازم نختاره علشان نشخص بيه البلمونري امبوليزم، فبيبين الجلطه جوه الشريان الرئوي. التشخيص اللي بعد كده معانا الفي كيو سكان، بنشوف الفنتيليشن برفيوجن سكان، بنستخدمه لو المريض عنده فشل كلوي او عنده حساسيه للصبغه الرجي. الفكره الاساسيه الرئه محتاجه حاجتين، فنتيليشن وبرفيوجن. الفنتيليشن الهواء بيدخل للحويصلات الالفيولاي من خلال الشعب الهوائيه، اما البرفيوجن الدم بيوصل للالفيولاي عن طريق الشرايين الرئويه علشان يحول ثاني اكسيد كربون لاكسجين فيدي الدم اكسجين ويخرج ثاني اكسيد الكربون. اما في حاله البلمونري امبوليزم الفنتيليشن بتكون شغال عادي، يعني الحويصلات بتتملي هواء طبيعي، اما البرفيوجن بتكون قليله او معدومه لان في جلطه قافله الشريان الرئوي فالدم مش قادر يوصل. علشان كده الالفيولاي بتكون مليانه هواء بس ما فيش دم يستفيد، يعني الاكسجين في الاخر مش هينتقل للدم، فده بنسميه في كيو ميس ماتش، او بالادق يعني هاي في كيو ريشيو. في هنا بقى ملاحظه مهمه جدا، العكس هنا ممكن يحصل في امراض تانية. فمثلا
مثلا مرضى النيومونيا والسي او بي دي بتلاقي عندهم الفنتيليشن قليله بس الترويه موجوده طبيعي، البرفيوجن هنا بيبقى لو في كيو ريشيو. التشخيص اللي بعد كده بنعمل اي سي جي. اول حاجه لازم نعرف ان الاي سي جي مش تشخيص لوحده للبلمونري امبوليزم، لكنه بيديك اشارات بتقول لك خلي بالك ممكن يكون في ضغط على القلب اليمين، ففكر في البلمونري امبوليزم. فمثلا ممكن يظهر عليه ساينس تيكي كارديا، وده بيكون الاكثر شيوعا، بنشوف معدل ضربات القلب اكتر من 100 بيت بير مينيت، سببه بيكون هايبوكسيميا او سيمباثيتيك اكتيفيشن، بيكون في ستريس ريسبونس، وده بيكون موجود في معظم حالات البلمونري امبوليزم بس غير محدد، فممكن يحصل مع اي طوارئ. تاني علامه ممكن نلاقيها على الاي سي جي اس 1 كيو 3 تي 3 باترن، ده بيكون موجود في الماسيف بالمونري امبوليزم. اس 1 موجه اس عميقه في ليد 1، كيو 3 موجه كيو واضحه في ليد 3، تي 3 بيكون تي انفيرشن تي مقلوبه يعني في ليد 3. السبب بيكون رايت هارت سترين، القلب اليمين مش قادر يضخ بسبب الانسداد، فالالكتريكال اكسس بتتغير، بس العلامه ديت نادرا ما بتظهر يعني. ثالث علامه ممكن تظهر على الاي سي جي رايت هارت سترين باترن، بنلاقيها لما يحصل ضغط شديد على البطين الايمن بسبب البلمونري امبوليزم فيحصل رايت اكسس ديفيشن، او ممكن نلاقي رايت باندل برانش بلوك او تي ويف انفيرشن تي مقلوبه يعني في في 1 او في 4. الخلاصه في الاي سي جي ممكن تلاقي تيكي كارديا بيكون شائع جدا، ممكن نلاقي علامه اس 1 كيو 3 تي 3 بنفكر على طول في ماسيف بالمونري امبوليزم، ممكن يظهر معانا رايت اكسس ديفيشن رايت باندل برانش بلوك او تي ويف انفيرشن في في 1 وفي 4. طيب تعالوا سريعا كده نعرف الرايت باندل برانش بلوك بيظهر ازاي على الاي سي جي، علاماته ايه؟ اول حاجه بنشوف الكيو ار اس بتكون واسعه واكتر من او يساوي 120 ملي سكند، يعني اكتر من او يساوي 3 مربعات صغيرين، وده سببه ان البطين الايمن بيتاخر في الانقباض. وبنلاقي ار اس ار باترن في في 1 وفي 3 شكل حرف الام، وبنلاقي وايد اس ويف في ليد 1 واي في ال وفي 5 وفي 6، وموجه اس بتكون عميقه وطويله. وبيظهر برضه تي ويف انفيرشن، التي ويف بتكون مقلوبه في في 1 وفي 3 احيانا، وده بيكون بسبب تغير اتجاه الريبولاريزيشن. بعد كده بنعمل اي بي جي ارتيريال بلاد جازز، بيظهر معانا هايبوكسيميا نقص في الاكسجين والريسبيراتوري الكالوزز بسبب الهايبر فنتيليشن. بنعمل كمان ايكو اللي هو ايكو كارديوجرافي خصوصا في الماسيف بالمونري امبوليزم. الفكره ان الايكو بيستخدم الترا ساوند موجات صوتيه عاليه التردد علشان يصور القلب، فبنحطه على الصدر بيكون اسمه ترانس ثوراسيس ايكو، او ساعات نعمله في المريء ترانس اسيفوجيال ايكو لو عاوز صوره اوضح. في حاله البلمونري امبوليزم مش بيشوف الجلطه نفسها في الشريان الرئوي الا نادرا لو قريبه، لكن بيكشف تاثيرها على القلب اليمين. ايه بقى اللي بندور عليه في البلمونري امبوليزم؟ ممكن يظهر في الايكو الرايت فنتريكولار ديسفانكشن او سترين، البطين الايمن بيكون متضخم وجدرانه مش قادره تنقبض كويس، بيظهر اكبر من البطين الشمال، فلو جينا نشوف الرايت فنتريكل على الليفت فنتريكل ريشيو بيكون اكبر من 1. وممكن يظهر معانا بارادوكسيكال سيبتال موشن، الحاجز اللي بين البطينين اللي هو الانتر فنتريكولار سيبتم بيتحرك غلط، بيتحول ناحيه الشمال بسبب ضغط الدم العالي في البطين اليمين. وممكن كمان يظهر معانا التراي كاسبت ريجورجيتيشن، ارتجاع في التراي كاسبت فالف بسبب تمدد البطين الايمن برضه، ونقدر هنا نقيس منه ضغط الشريان الرئوي البلمونري ارتري بريشر. ممكن كمان يظهر معانا ماكونالز ساين، ودي بتكون علامه كلاسيكيه جدا، فبنلاقي فيها هايبوكينيجا اللي هو ضعف في الحركه في جدار البطين الايمن كله مع حفظ الحركه الطبيعيه في الابيكس. مش دايما بتكون العلامه دي موجوده ولكنه علامه سجستيف. كمان اخر حاجه ممكن تظهر معانا في الايكو ايفيدنس اوف شوك او لو اوتبوت، لو ماسيف بالمونري امبوليزم الرايت فنتريكل بينهار فنتوقع حدوث الهايبوتنشن والشوك. امتى بنستخدم الايكو؟ في الطوارئ لو المريض هيمودايناميكالي انستيبل غير مستقر ومش قادر يروح يعمل سي تي بالمونري انجيوجرافي، بيساعدك بسرعه تعرف ان البطين اليمين متاثر، فنقرر نتدخل بعلاج عاجل زي الثرومبوليسيس والامبولوكتومي. التشخيص اللي بعد كده معانا الشيست اكس راي، مش تشخيصي قوي للبلمونري امبوليزم، يعني ما ينفعش نعتمد عليه علشان نقول فيه بالمونري امبوليزم او مفيش، لكن ليه لازمه مهمه جدا، بيستبعد اسباب تانية لضيق النفس او الم الصدر زي مثلا الهارت فيرلير والنيوموثوركس والنيومونيا. وساعات بنلاقي علامات غير مباشره زي مثلا ويستر مارك ساين، بيكون في منطقه فيها اوليجيميا نقص في الدم بسبب انسداد شريان، او ممكن يظهر معانا هامبتونز هامب، ودي بتكون منطقه مثلثه قريبه من البلوره بتمثل الانفاركشن، وممكن يظهر معانا برضو باللورال افيوجن بسيط. الخلاصه الشيست اكس راي مش هياكد البلمونري امبوليزم لكن بيستبعد الديفرنشال دايجنوزز وبيدي شويه علامات. اخر تشخيص معانا بقى هو الام ار اي ماجنتيك ريزونانس ايميجنج، نادر جدا نستخدمه في البلمونري امبوليزم. ليه بقى؟ لانه غالي وبياخد وقت طويل ومش متوفر دايما في الطوارئ، ولكن ممكن يستخدم كبديل في ناس عندهم حساسيه شديده من الصبغه كونتراست، او الناس اللي عندهم فشل كلوي بنمنع ان احنا نستخدم لهم السي تي بالمونري انجيوجرافي، مفيد جدا خصوصا في الحوامل علشان نقلل التعرض للاشعه، وبيقدر يوضح تدفق الدم داخل الشرايين الرئويه بدون صبغه او مواد بديله. ناخد قصه صغيره علشان نجمع
نسمع فيها سريعا الدايجنوزز. تخيل معايا مريض داخل الطوارئ فجأة بيقول مش قادر اتنفس، في ألم في صدري بيزيد مع النفس، وكمان كحة بدم. الطبيب أول ما يسمع القصة دي يفتكر إن المريض كان عامل عملية قريبة أو سفر طويل أو بياخد حبوب منع حمل. الشك يتجه فورا نحو البلمونري امبوليزم، فيبدأ الفحص. يلقى المريض عنده تيكيبنيا بيتنفس بسرعة، والتيكي كارديا قلبه سريع، والأكسجين ساتيوريشن عنده قليل جدا. يبص على رجله يلاقي عنده ريدنس وسويلنج وبين اللي هو الديب فين ثرومبوزز. ولو الحالة ماسيف هيلاقي عنده هايبوتنشن وشوك. يدخل المعمل يطلب دي دايمر. لو سلبي والمريض لو ريسك بيستبعد وجود البلمونري امبوليزم. اما لو ايجابي وهاي ريسك فلازم اشعه فورا. نوجه المريض يعمل سيتي بالمونري انجيوجرافي، اوضح حاجه يبين الجلطه جوه الشريان. لو المريض عنده فشل كلوي او حساسيه بنعمل في كيو سكان. لو هواء موجود بس الدم مش واصل فده بيكون ميس ماتش. بعد كده نعمل شيست اكس راي، مش بيأكد بس يستبعد اسباب تانية زي مثلا النيومونيا والنيوموثوراكس. وفي الاخر نعمل ام ار اي، بيكون بديل نادر مثلا لو المريض حامل. وفي كمان الاي سي جي يوريك لو قلب سريع ممكن نلاقي اس 1 كيو 3 تي 3 باترن او علامات سترين على البطين اليمين. ونعمل اي بي جي هنلاقي فيه هايبوكسيميا وريسبيراتوري الكالوزز. ولو الحاله ماسيف والمريض انستيبل بنعمل ايكو علشان يوضح ان البطين اليمين متضخم ومتاثر، ونقيس ضغط الشريان الرئوي. طيب لو جالنا مريض في الطوارئ وشخصناه واثبتنا خلاص ان عنده بالمونري امبوليزم، ازاي بقى بنعالجه؟ المانجمنت او التريتمنت، اول حاجه بنعمل له ستيبلايزيشن، بنثبت المريض. دي اول خطوات الطوارئ. اول ما المريض يوصل بنديله اكسجين لو الاكسجين قليل علشان نحافظ على التشبع الاكسجين ساتيوريشن. بعد كده بنركب 2 لارج بور اي في كانيولا اي في اكسس علشان الادويه والفلويد. بعد كده بنديله فلويد بحذر. لو في هايبوتنشن بندي سوائل لكن بحذر، لان زياده السوائل بتزود الحمل على الرايت فنتريكل. وبعد كده بنديله فازو بريزور لو عنده شوك زي مثلا دوبامين والنور ادرينالين علشان نرفع الضغط. عاوزين نفرق بين 3 حاجات. عاوزين نفرق بين الهيبارين والانتي كواجولانت والثرومبوليسيز. الانتي كواجولانت اللي هي مضادات التجلط بيمنعوا الجلطه تكبر او منع حدوث جلطه جديده، لكن ما بيذوبوش الجلطه الموجوده حاليا زي مثلا الهيبارين والوارفارين والدوكس. يعني يحافظوا على الوضع زي ما هو ويمنعوا الاسوأ، لكن مش بيشيلوا الجلطه اللي موجوده دلوقتي. الهيبارين بقى ده جزء من الانتي كواجولانت، وفي منه نوعين. اول نوع من الهيبارين انفراكشنيتد هيبارين، بيتاخد اي في، مفعوله سريع جدا. لو حصل نزيف سهل نوقفه ونعكس تاثيره عن طريق البروتامين سلفيت، بس عيبه ان محتاج متابعه دايما. كل شويه عايزين تحليل اي بي تي تي اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم. النوع الثاني من الهيبارين اللو ويت هيبارين زي مثلا انوكسابيرين، بيتاخد سبكوتينيوس تحت الجلد، بيكون اسهل للمريض وكمان ما بيحتاجش متابعه تحليل دايم، بيكون امن واكثر استخداما حاليا. كانك بتقول مثلا الانفراكشند هيبارين للاي سي يو والطوارئ لانه سريع ونقدر نتحكم فيه، اما اللو مولوكيولار ويت هيبارين للحالات المستقره لانه مريح وامن. بعد كده بندي ثرومبوليتكس مذيب للجلطات، شغله ان هو بيدوب الجلطه نفسها زي مثلا التي بي اي الالتي بيز، بس خطورته ان هو ممكن يعمل نزيف شديد خصوصا نزيف دماغي. علشان كده بنستخدمه بس لو في ماسيف بالمونري امبوليزم او المريض عنده شوك او هايبوتنشن. يعني لو الدنيا ولعت والمريض بيموت من الجلطه خلاص لازم ننهيها بسرعه. ومعانا مثال عملي عشان يوضح الفرق بينهم. مريض جاله بالمونري امبوليزم بديله انتي كواجولانت زي الهيبارين والدوكس، نديها عشان نمنع ان الجلطه تكبر او يجي غيرها. اما الثرومبوليسيس الالتي بيز نديه فقط لو المريض في خطر شديد عنده شوك او هايبوتنشن ونحتاج نذوب الجلطه فورا. الخلاصه الانتي كواجولانت بيمنع التجلط زي الهيبارين والوارفارين والدوكس. الهيبارين نوع من الانتي كواجولانت، اما الثرومبوليسيس ده بيدوب الجلطه نفسها زي الالتي بيز. ممتاز جدا، كده فرقنا بينهم. تعالوا بقى نخش على الدواء الاساسي والجرعات الاساسيه. الانتي كواجوليشن ده العمود الفقري للعلاج، بيمنع تكوين جلطات جديده ويوقف نمو الموجوده. زي مثلا قلنا الهيبارين انفراكشنيتد هيبارين بندي جرعه 80 يونت لكل كيلو جرام بولس، بعد كده 18 يونت لكل كيلو جرام في الساعه انفيوجن. ميزته انه بيتوقف بسرعه لو حصل نزيف. وبنعطي كمان لو ويت هيبارين زي انوكسبارين 1 مللي جرام لكل كيلو جرام كل 12 ساعه سبكوتينيوس، مفضل في معظم الحالات لانه امن وسهل زي ما اتكلمنا. مثال عملي بقى علشان نطبق على الحته دي. لو الجرعه الموصي بيها 18 وجالي مريض وزنه 70 كيلو وانا معايا الاصل ايه؟ بنقول يونت لكل كيلو جرام في الساعه، فبضرب ال 18 في 70 هيطلع لي 2260. يعني هنظبط المحلول او الانفيوجن علشان يوصل للمريض 1260 وحده هيبارين كل ساعه. في كمان الوارفارين قديم لكنه لسه بيستخدم بس لازم متابعه اي ان ار، وفي حاله البلمونري امبوليزم بيكون مداد طبيعي من 2 ل 3. اما الدوكس اللي هي الدايركت اورال انتي كواجولانت زي ابيكسابان
ريفاروكسابان. المريض بياخدهم مباشره بدون حقن، وامانهم بيكون اعلى، يعني ديت مضادات تجلط فمويه مباشره. بعد كده بندخل على الثرومبوليسيس، قلنا ديت بتدوب الجلطات. لو المريض عنده ميسيف بالمونري امبوليزم ومعاه شوك او هايبوتنشن، بنديله مذيبات للجلطات دي زي الالتيبيز التي بي اي 100 مللي جرام اي في خلال ساعتين. الدواء نفسه ممكن يسبب نزيف لانه مش بيذيب جلطه معينه بس، لا ده بيشتغل على مستوى الجسم كله، سيستميتيك فيبرينولوسيس، فبيذيب اي جلطه في اي مكان حتى الجلطات الصغيره المفيده اللي بتوقف نزيف بسيط. بالتالي لو المريض عنده نقطه ضعف زي اوعيه دمويه هشه في المخ او كان عنده نزيف دماغي قبل كده، ممكن يحصل نزيف شديد وخطير في المخ. علشان كده هو فعلا ممكن يسبب نزيف دماغي كسايد افكت خطير. وعشان كده لو المريض عنده هيستوري نزيف دماغي او جراحه مخيه قريبه، بيكون كونترا انديكيشن لاعطاء التبيز. معانا بعد كده سيرجيكال او كاثيتر امبوليكتومي. لو الثرومبوليسيس ممنوع زي ما اتكلمنا، مثلا المريض عنده نزيف مخ قبل كده او فشل، بندخل جراح يشيل الجلطه، او كاثيتر دايركتد ثرومبوليسيس، بتكون جرعه اقل وتوجيه مباشر. اخر حاجه معانا اي في سي فلتر، انفيريور فينا كافا فلتر. لو المريض كونترا انديكيتد للانتي كواجولانتس زي ما اتكلمنا، نزيف نشط او عمليه كبيره جدا، بنركب له فلتر في الانفيريور فينا كافا، فبيمنع الجلطات من الساق انها تطلع للرئه. هنقول قصه صغيره نلخص فيها العلاج بالكامل. تخيل المريض زي واحد بيغرق، اول حاجه بنعملها انك تطلعه ياخد نفس اكسجين، بعدين تديله طوق النجاه اللي هو الانتي كواجولانتس عشان يمنع الغرق يزيد. لو الموجه كبيره جدا ماسف كلوت ومش قادر يطفو، لازم مركب انقاذ السريعه اللي هو الثرومبوليسيس. اما بقى لو المركب مش شغال او الموجه عنيفه جدا، بندخل غواص اللي هو الجراح يرفع الصخره من تحت. لو خايف بقى الموج يتكرر من نفس النهر اللي هو الجلطات جايه من الرجل تاني، بنركب سداده اللي هو الانفيريور فينا كافا فلتر، بتمنع اي حجاره تانيه توصل للرئه. الكومبليكيشن بقى ممكن يحصل بالمونري ارتيريال هايبرتنشن، وده بيكون سكندري. مع تكرار الجلطات بيحصل ضيق دائم في الشرايين الرئويه، فالضغط الرئوي يعلى. ممكن كمان يسبب رايت هارت فيلير اللي هو الكور بالمونال. الضغط العالي في الشريان الرئوي بيتحمل على البطين الايمن فيتضخم وبعدين يضعف. ممكن كمان ريكارنت بالمونري امبوليزم، لو المريض ما خدش علاج مظبوط نفس الجلطه تحصل او جلطه جديده تتكرر. لو ماسف بالمونري امبوليزم انسداد كامل للشريان الرئوي، ممكن يحصل سادن ديث. كمان ممكن يحصل بارادوكسيكال امبوليزم، لو في فتحه بين الاذينين الجلطه تعدي من اليمين للشمال فتوصل للدماغ وتعمل ستروك. وزيها بالظبط رايت تو ليفت انتراكاردياك شنت زي اللي فوق، بسبب فتحه في الحاجز الاذيني الدم يتعدى من الناحيه اليمين للشمال يوصل للدماغ برضه يعمل ستروك. ممكن يعمل هيبارين انديوزد ثرومبوسايتوبينيا، ودي بتكون مضاعفه نادره من العلاج بالهيبارين. المناعه بتكسر الصفائح فيحصل نزيف وجلطات. وممكن يحصل ثرومبوفليبايتس، التهاب في الوريد اللي بدا منه الجلطه اللي هو الديب فين ثرومبوزز الدي في تي. وفي الاخر ممكن يحصل معانا باللورال افيوجن، سائل يتجمع حوالين الرئه يسبب الالتهاب او الاحتقان الرئوي. قصه صغيره بنجمع فيها المضاعفات كلها. تخيل المريض محمد جاله جلطه صغيره في رجله دي في تي وما خدش علاج، بعد فتره جلطه طلعت في الرئه بالمونري امبوليزم. اول مره عدت لكن بعدها الجلطات اتكررت، بدا يحصل بالمونري هايبرتنشن، ضغط الشريان الرئوي يعلى، الرايت هارت بدا يتعب فحصل له كور بالمونال. مره الجلطه كانت كبيره جدا فكانت ممكن تعمل له سادن ديث، موت مفاجئ، ولان عنده فتحه صغيره في الحاجز الاذيني جزء من الجلطه عدى للشمال وعمل له بارادوكسيكال امبوليزم ستروك. واثناء علاجه بالهيبارين اتعرض لمشكله نادره، هيبارين انديوزد ثرومبوسايتوبينيا. وفي الاشعه لقوا كمان شويه سائل متجمعين حوالين الرئه باللورال افيوجن. طيب ازاي بنعمل بقى بريفنشن للبلمونري امبوليزم؟ ازاي نقي نفسنا من البلمونري امبوليزم؟ اول حاجه بنعمل ايرلي موبيلايزيشن، المريض بعد اي عمليه او كسر يتحرك بدري علشان الدم ما يقفش. وكمان بنعمل كومبريشن ستوكينج او انترميتنت نيوماتيك كومبريشن، شرابات بتكون ضاغطه او اجهزه بتضغط على الرجل علشان تمنع ركود الدم. ثالث حاجه بروفيلاكتيك انتي كواجوليشن، لو المريض هاي ريسك مثلا في الاي سي يو او عامل جراحات عظام او جراحه بطن كبيره، بياخد جرعات وقائيه زي مثلا هيبارين او اللو ويت هيبارين. رابع نقطه بنتكلم عن الهايدريشن، يشرب ميه كويس علشان يقلل الفيسكوزيتي بتاعه الدم. خامس نقطه اللايف ستايل، يخس ويمنع التدخين ويلعب رياضه خفيفه. سادس نقطه لو في رحله لونج اكتر من 4 ل 6 ساعات بيتحرك كل شويه، يشرب ميه وممكن يستخدم شرابات ضاغطه. سابع نقطه انفيريور فينا كافا فلتر، للمرضى اللي عندهم كونترا انديكيشن للانتي كواجوليشن زي نزيف شديد، بيتحط فلتر في الانفيريور فينا كافا علشان يمسك الجلطات قبل ما تطلع للرئه. وبكده نكون خلصنا شرح البلمونري امبوليزم من اول الاسباب والاعراض والعلامات، من ضيق النفس لحد الشوك، والتشخيص الدي دايمر والسي تي بالمونري انجيوجرافي والفي كيو سكان والاي سي جي والايكو. واتكلمنا عن العلاج الانتي كواجوليشن والثرومبوليسيس والامبولوكتومي والانفيريور فينا كافا فلتر. واتكلمنا عن الوقايه، الحركه المبكره والشرابات الضاغطه ومضادات التجلط. البلمونري امبوليزم حاله قاتله لكن
لكن قابلة للعلاج. التشخيص المبكر والعلاج السريع هما المفتاح. خليك فاكر دايما أي مريض عنده ضيق نفس مفاجئ وألم في الصدر لازم نفكر في البلمونري امبوليزم. استنوني في الفيديو الجاي إن شاء الله، هنعمل سيناريو كامل لمريض جاي في الطوارئ عنده بلمونري امبوليزم ونناقش الحالة مع بعض خطوة بخطوة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.